السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الواقع الجديد. اليوم الإخوان جبت لكم جوج قضايا ساخنة بزاف، كل وحدة منهم كتكشف لنا وجه من الوجوه الواقع المغربي اللي فيه الفساد، كاين التجاوزات وحتى الإهمال اللي كيؤدي لكوارث. وحدة جاية من مدينة صفرو، والثانية القضية الثانية من شاطئ سيدي رحال. غادي الإخوان ندخلوا في الأعماق ونحلوا التفاصيل ونشوفوا شكون غلط وشكون خصو يخلص الثمن. إخوان، قبل ما نبداو في هذا الفيديو عييت ما نصبر وغادي نتكلم هذا الكلام اللي موجه لبعض الناس مباشرة، الناس اللي كيهاجموا في التعاليق بلا ما يقراو ولا يبحثوا في شي قنوات أخرى ويدخلوا في الواقع الجديد، لأن الواقع الجديد ماشي لعبة. حنا كنخدموا على أخبار كنجيبوها يعني موثوقة من الصحافة، ولكن ربما يوقع شي غلط مرة، ولكن واحد كيدخل يسب أو اتهام، توقف دقيقة، قراه، بحث وفهم القضية قبل ما تحكم، لأن الكلمة اللي كتخرج منك ممكن تظلم وممكن تفضح قلة المعرفة ديالك وتبين على المستوى ديالك. هذه القناة كتجمع غير العقلاء. غادي نبداو الإخوان بمدينة صفرو. هذه المدينة اللي كانت ديما كتفتخر بالتاريخ ديالها والحضارة ديالها، اليوم رجعت كتصدر العناوين، ولكن هذه المرة بسبب الفساد والخروقات. السلطات الأمنية ما بقاتش تفرج، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية دخلت مباشرة لمقر جماعة صفرو وبدات كتجمع المعطيات وكتستمع للمسؤولين ديالهم تما، حيث طاحوا على ملفات قديمة ومعقدة، لكن ما ماتش، بالعكس بقات كتغلي حتى فاضت. من بين هذه الملفات كاين شيك، وكنت تكلمت على الفيديو سابقا، واحد الشيك فيه رصيد ديال 390 مليون سنتيم. والقضيه ما جاتش صدفه، لان الوكيل العام للملك في محكمه الاستئناف بفاس هو اللي عطى التعليمات ديالو باش يتحل هذا التحقيق، بعدما توصل بتقرير من مجلس الجهوي للحسابات بجهه فاس مكناس اللي كشف على خروقات كبيره تستحق عقوبات. وهذا التقارير ما كانش مجرد ورق، بل فيها معطيات خطيره اللي خلات النيابه العامه تتحرك، والمديره العامه للمصالح بجامعه صفرو حتى هي ما استسلمتش للاستدعاء ديال الاستماع، ومعها موظف في المصلحه حساسه. والتحقيق ركزوا على شنو وقع ملي الرئيس وقع على مجموعه ديال الوثائق اللي ولات اليوم موضوع بحث قضائي. والمصيبه ان الرئيس راه مبحوث عليه وطنيا. وما نساوش ان هذا الرئيس سبق وتابعوه في 28 نوفمبر 2024 بتهم رهن وتبديد اموال مشروع عمومي، وهذا الشيء ماشي لعب، لانه مساس مباشر بالمال العام. وزيد عليها عميل اقليم توصل بالشكايه من المستشارين في جوج جامعات كيطالبوا تطبيق مسطره العزل، حيث الرئيس دخل شركته في صفقه مع الوكاله المستقله للماء والكهرباء، وفي نفس الوقت هو عضو في المجلس الاداري ديالها. هذا الشيء خرق مباشر للماده 65 من القانون التنظيمي 113/14 اللي كيعني تعارض مصالح واضحه وصريح. مصالح المستشارين ما بقاو ساكتين، المستشارين ديالو ما بقاو ساكتين، شدوا على ضروره العزل الفوري وقالوا ان القانون ما خصوش يطبق على ناس وناس، كل شيء سواسيه، خصو يطبق القانون على هذا السيد هذا. دابا نمشيو للقضيه الثانيه، وهذه المره من الشاطئ سيدي رحال. قضيه كتقطع القلب، وربما سمعتوها وشفتوها. الطفله الرضيعه الصغيره البريئه كانت مع العائله ديالها في الشاطئ، فجاه كات جاء مسرعا وفقد السيطره ودخل فيها، والجريمه صدمت الناس كاملين. الفيديو شفناه، صور وتفاصيل طبيه كانت مؤلمه بزاف. المحكمه الابتدائيه في بن رشيد حسمت اليوم الموضوع وحكمت على الجاني 14 شهور حبسا نافذه، وزيد عليها تعويض مالي للضحيه القدر ديالو 40 مليون سنتيم. 40. المحكمه حتى قررت اخراج شركه التامين من القضيه وعطت مهله 10 ايام للاستئناف. تقرير طبي كان كيقطع الامل
كسر في الجمجمه ورم دواموي وضغط الفص الجبهي للمخ، جرح عميق في فروة الرأس وخدوش في الوجه واليد وتمزق في الجفن الأيمن. طفلة دارت عملية جراحية مستعجلة، مع ذلك الأطباء قالوا عندها عجز كلي مؤقت 120 يوم وعجز جزئي دائم بنسبة 8%. وكيل الملك تحرك بسرعة، وجه تهم تعريض حياة الغير للخطر وتسبب في جروح بالغة، وأحجاني على هيئة الجنح التربصي باش يتحاكم هذا الحكم، رغم أن فيه عقوبة، لكن بزاف الناس كيقولوا هذه العقوبة قليلة في حقه، 10 شهور قليلة، خصنا بزاف ماشي كافية. الضرر اللي وقع للبنت، هذه البنت غيتا هذه، وربما الفيديو كنا تفرجنا له، يعني هذا الشيء اللي وقع. ما تنساوش اخوان لايك بارطاجيو في هذا الفيديو باش نجيبوا اخبار موثوقه، ومع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.